السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اول يوم رمضان. النهاردة عاملين بقى ايه؟ حمام محشي بخلطة حلوة جدا ان شاء الله رب الطريقة تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتدوسوا لايك. نسمي بسم الله كده. عندي معلقة كبيرة كده من السمنة، وعندي هنا الكبدة بتاعت الحمام مع القلب، وسايبة كده القنصة هستخدمها في الاخر. فدلوقتي كده عندي معلقه سمنه كبيره هنسخنها كويس جدا كده، واروح حاطه الكبده عليها كده، اديها صدمه في الاول كده بسيطه خالص. افرد بس الكبده كده تاخد صدمه بسيطه كده، مش هقلب فيها دلوقتي. ارش لها بس رشه كده من الفلفل الاسمر على الوش ده كده، رشه كده بسيطه كده من الفلفل الاسمر مع رشه من الملح، رشه خفيفه كده. وابتدي بس مجرد ما تاخد صدمه معايا اروح مقلباها بس كده، اقلبها بس كده تاخد تشويحه بسيطه جدا، عشان لسه هنحط عليها دلوقتي اضافه تانية، هنحط عليها البصل. الخلطه دي حلوه جدا جدا لاي حاجه انت عايز تحشيها، عايز تحشي حمام، عايز تحشي بط، عايز تحشي فراخ، اي حاجه حلوه جدا. طبعا النهارده انا عاملاها برز، ممكن تتعمل بالفريك عادي جدا. بس كده اروح مديه الكبده تشويحه كده بسيطه خالص بس كده تشمع معايا، واكون غاسله بتاع دوت بصلتين كبار كده مخرطاهم يعني. مخرطه كده بصلتين كبار كده بايديا، مش مبشراهم يعني. وابتدي احطهم على الكبده، ورشه كده من الفلفل الاسمر. وانا كنت حاطه على البصل الاول يعني، بعد ما خرطتها حطيت عليها رشه من الملح، بس ضفت عليها رشه من الفلفل الاسمر. ابتدي بقى نديها تقليبه كده حلوه جدا، يا دوبك كده البصله تدبل معايا يعني، يبقى لونها الشفاف كده، مش عايزه اي تلوين فيها خالص. وغاسله كده الرز بتاعي اللي هحشي بيه الحمام بتاع النهارده، غسلاه ومصفيه كويس جدا من الميه كده. بس كده اهوت هنديها بس تشويحه كده، واروح ننزلين عليها الرز. الرز مغسول بس مش متنقع ولا اي حاجه. بس كده هنغلف بقى الرز ده كله كده بالسمنه اللي موجوده، اللي انا طبعا حاطط معلقه كبيره من السمنه. هنغلف بيها كده الرز كويس جدا كده مع البصله والكبده. نديها تقليبه حلوه كده، نكون مسخنين ميه او مغلين ميه في الكاتل يعني. هنديها تقليبه حلوه كده، نحط لها برضو رشه من الفلفل الاسمر. نحط بقى بهاراتها بقى، نبهرها النهارده. كان طعمها فظيع جدا حلو قوي. هنحط لها فلفل اسمر، رشه حلوه كده فلفل اسمر. نحط لها ملح، ونحط لها قرفه وجنزبيل وبهارات كده. الملح بتاعنا نظبطها كده. هنا عندي قرفه وعندي جنزبيل، يعني نص معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره من البهارات اللي هي المشكله. وندي بقى تقليبه كويسه جدا كده مع الرز كده والبصله. نقلبها تقليبه كده، نحس ان احنا بنفلفل الرز كده. نقلبه كويس جدا كده وحبه حلوين يعني، ونكون غاليين ميه جنبنا كده. بعد ما نقلبها كويس جدا كده اهوت، ونروح نازلين عليها ميه مغليه. الميه مش كتير، يا دوبك انا عايزه الرز ده نص سوا يعني. يا دوبك بصوا حبه الميه اللي انا حطيتهم، يا دوبك حوالي كده كوبايه بس كده، مش هحط حاجه تاني. يا دوبك كده الرز يتغطى كده بالميه يعني، تغطيه بسيطه جدا. بصوا تحس ان الرز كمان يعني حباته باينه كده. انا عايزه الرز دوت يستوي معايا نص سوا، يا دوبك غلوتين كده حطي كمان حبه ميه تاني، معلقتين ميه بس كده. واول مجرد ما يغلي معايا اروح موطيه عليه خالص لغايه ما يعني يشرب كل الميه دي. بس كده غطيه لغايه مش هاخد مني يعني على طول يشرب على طول. بصوا كده انا لسه ما تشربش، بس نسيت احط جوز الطيب. هديها رشه كده بسيطه برضو من جوز الطيب كده، واغطي عليه واوطي عليه في المرحله دي. خلاص كده اتشرب معايا، بصوا كده اتشرب اهوت. ابتدي بقى اوطي عليه خالص يكمل بقيه الميه اللي باقيه فيه يعني. بس كده اغطي عليه لغايه ما احضر الحمام بتاعي. انا كنت غسلاه الاول، ورحت جايبه حطيت عليه ملح، وحطيت عليه ليمون. بعد ما غسلته كويس جدا رحت منقعه بملح وليمون،
الاول دعكته بالملح والليمون، وبعد كده حطيت عليه ميه وسبته كده ايه حوالي شويه يعني كده حلوين، وغسلته وشطفته تاني وصفيته كويس جدا من الميه اللي فيه. والقنصه اهيت انا محضراها عشان بقفل بيها الحمامه بعد ما تتحشي. بس كده الرز بتاعي خلاص استوى اهو، مش استوى يعني اتشرب كوبايه الميه اللي احنا حطيناها، يعني رز كده ني نص سوا. بصوا مفلفل ازاي، بس نص سوا هيكمل سواه في الحمام. بس كده سيبه بقى يبرد كده ويهدى شويه كده، وهنبرد شويه على سيرفيس كده ولا طبق. بصوا كده نبرد شويه كده حلوين كده علشان ايه نحشي بيهم الحمام. الخلطه دي حلوه جدا جدا، ريحتها كانت فظيعه، حلوه قوي. ريحه القرفه مع الجنزبيل مع البهارات مخلياها طعمها وريحتها جميله جدا. بس كده هنجيب بقى الحمام بتاعنا المغسول كويس جدا ومنقعينه بالميه والخل، ميه وليمون، ليمون مش خل، وملح. بس كده بجيب الحمامه بكتفها، بخلي جناحاتها من ورا في ظهرها، وبقفل رجل واخلي رجلي بقى ايه مفتوحه عشان اعرف احشي منها، عشان لما اجي اخلص بعرف ايه اعرف اقفلك يعني كويس كده ما تتعبنيش. بحط بقى الحشوه جوه القلب بتاع الحمامه كده، وازق بصبعي لغايه البشوله اللي فوق دي، وبططها ما بخليهاش عاليه قوي، بخليها مبططه عشان تاخد راحتها في السوا والرز يستوي كويس جدا. بصوا كده بزق بصبعي كده جوه لغايه البشلوله اللي بره دي كده تتملي، واروح مبططه البشلوله دي اخليها ايه مبططه كده عشان تسوي الرز كويس جدا كده وتبقى مهويه كده وحلوه. ما بملهاش كويس جامد قوي عشان لسه الرز هيكمل سوا جوه، يعني الرز ده لسه ني هيكمل سوا جوه. ما بمليش قوي واكبس قوي، هتلاقي الرز من جوه لو كبست جامد جدا هتلاقي الرز ايه مش مستوي ومعجن. بصوا كده بنبططها كده شويه، وبعد كده نحط في قلبها كده شويه برضو حلوين، ما نخليهاش مهويه ولا مكبوسه قوي، نخليها مظبوطه. بصوا كده الحشوه هي ولا مكبوسه قوي قوي ولا ايه ولا مهويه يعني خالص. احط بقى القنصه بتاعتي في النص كده. بصوا الحشوه بتاعتي اهي ظاهره اهي. واحط القنصه كده اقفل بيها الفتحه ديت عشان الرز ما يطلعش مني وانا بسويها، واحط الرجل دي تحت الرجل اللي مقفوله من تحتها كده اهوت. بس كده بص الحمام صاحي مش عايزه تتقفل. كده خلاص خلصنا اول واحده هي كده بالمنظر ده. نعمل واحده كمان معاكم. بصوا نحط الجناح كده بتاعها لورا، وانا حاطه رجل وقافله رجلي يعني فتحه واحده عشان في الحشو بتاعتي لما اجي اقفل تبقى بسرعه يعني سهله. احط الحشو كده وبصبعي ازق كده جوه لغايه البشلوله عندي كده ايه ما تتملي. شايفين الحشوه طالعه اهي. تبتدي بقى ايه ازق كده الحشوه لجوه وابطط بايدي بحيث ان انا ما املهاش قوي قوي واخليها ايه مهويه شويه. هي يعني سهله جدا مش صعبه ولا حاجه. بصوا اهي بتتعب بسرعه اهي. بنزق بس الحشوه لجوه والبشلوله بنبططها كده حاجات بسيطه تبقى مهويه شويه، ونحط في قلبها كده شويه حلوين برضو كده، ما نكبس قوي قوي ولا نخليها مهويه قوي قوي يعني مظبوطه كده. وبنحط من تحت برضو كده في الجنب تحت شويه كده. بس خلاص كده بنقفل بقى بالقنصه بقى، بنخلي القنصه نقفل بيها ونكتف الرجل دي على دي وخلاص. النهارده بقى قلنا نعمل بقى ايه حمام وملوخيه وباميه، مش زي كل مره بقى بنعمل محشي وكده. قلنا نغير السنه دي كده اهوت عشان تبقى اعمل معاكم محشي ان شاء الله يعني، بس مش في اول رمضان. المره دي قلنا نعمل حاجه مختلفه. كده خلصنا بقى الكميه كلها اهيت، حشيناها كلها، محضره ميه بتغلي على النار. بصوا كده اهيت حله، وانا قبل محشي رحت حاططها على النار هي غليت معايا. نبتدي بقى نحط فيها الاضافات اللي بتخلي الشوربه بتاعتنا حلوه. ثواني وجايه لكم. رحت فين؟ اهو جبت كده ايه شريحتين كده من الجزر، وعندي كده طماطمايه اقطعها 4 تربع كده، 4 كده على 4 طماطمايه. عندي شريحتين من الجزر. هجيب بصلايه صغيره كده برضو اقطعها ايه، انا ما بخليهاش سليمه ولا 4 تربع، بحب اقطعها صغيره كده في الشوربه يا دوبك. بصلايه صغيره كده بالطعام للشوربه كده، وما تخليش اي زفاره ولا اي حاجه. طبعا احنا غسلينه بالليمون بصراحه ما خلوه مفيش اي ريحه. بس كده نقطع بصلايه ونحط ورق لورا دلوقتي، ونحط ملح وفلفل وبهارات. الملح بتاعنا اهوت،
بس حطينا الملح بتاعنا، ونحط فلفل، ونحط شويه بهارات، ورقه لورا، وشويه شطه ناشفه اهوت، وخلاص على كده. بس كده هنبتدي بقى نسقط معانا ايه الحمام اللي احنا حشيناه ونضفناه كويس جدا، ما خليناش اي حاجه من بره من الرز لازقه. لو عايزين تعملوا الحمام بالفريك نفس الخطوات دي، بس الفريك لا اما تنقعوه لا اما تسووه برده نص سوا. بصوا كده انا لقيت الشوربه قليله، يعني الميه اللي انا حطيتها ازود ميه سخنه. بس كده اول ما تغلي معايا غلوه حلوه كده محترمه، اروح موطيه النار، اسويه على نار واطيه جدا. عشان بصوا كده غليت اهي معايا، ابتدي بقى اوطي عليه. مجرد ما تغلي كده غلوه كده اول حاجه كده، اروح موطيه عليه خالص، واسيبه تستوي على نار هاديه جدا عشان ما يتفتحش مني وتاخدي احلى شرب. بس شايفين كده انا بحاول ان انا بقلب بقى من فوق لتحت حاجات بسيطه كده بالراحه عشان ما تفتحش مني، طبعا بالراحه خالص. واشوف استوى ولا لسه. انا بتعرفوا الحمام انه استوى من الجناح، تمسكوا الجناح تدوسوا عليه اذا فتح معاكم بسهوله وطري كده خالص، يبقى كده الحمام كلها استوت. لسه ناقص شويه. بص انا هحاول بس بقلب بالراحه كده من الجناب دوت، وحاجه عايزه يعني تتقلب اجيب اللي تحت فوق، بس بالراحه خالص عشان ما يتفتحش مني. بس كده هنحط بقى ديت على جنب كده، ونبتدي نعمل ايه الصلصه بتاعت الباميه. عندي بصلتين كبار كده، هنحط عليهم معلقه توم كبيره. طبعا انا في المرحله ديت ما ينفعش ان انا اخرط البصله بايدي واحط عليها التومه تتحرق قبل البصله، فلازم البصله دي تتبشر او تتضرب في الكبه عشان تنزل الميه بتاعتها، والميه بتاعتها تحط لها عليها التوم. هنا بقى عندي كمون وعندي كزبره ناشفه، هنحط فلفل اسمر، هنحط ملح. بس كده ونقلبهم كويس جدا مع بعض، نجانس التوم مع البصل. كده حطينا ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون، اهم حاجه اساسي كمون. بس كده عندي معلقه سمنه كبيره كده على النار. طريقة البامية دي بتديكي طعم حلو جدا غير التانية اللي انتوا بتحطوا التومة قبل، يعني لما بتحطوا البصلة الأول وبعد كده تصفر وبعد كده تحطوا التومة تكمل سوا مع البصلة. الطريقة دي أحلى من التانية بكتير جدا، جربوها تعجبكم بجد. ان انتوا تحطوا البصلة مع التومة الاتنين مع بعض وتسووهم، بيستووا الاتنين سوا واحد بالظبط، بس أهم حاجة يكون البصلة فيها المية بتاعتها عشان الايه ما تخليش التومة تتحرق. هسيبها كده لغايه ما تستوي وتصفر كده اللون الذهبي الحلو كده. الحمام بتاعي خلاص استوى، مجرد ما طلع من الشوربه رشيت عليه ملح وفلفل على طول عشان يبقى طعم الحمام كده طعمه ايه متطعم بالملح والفلفل. إيه كده خلاص طلعته، والشوربه شايفين هناك عامله ازاي جميله جدا. كده نغطيها كده ونحمر البصله بتاعتنا بالثوم لغايه ما التومه دي تصفر معايا. ومحضره عندي جنبي شفشق من في طماطم اهي، بصوا خلاص دخلت على السوا اهيت اللون الاصفر الجميل ده، نحط عليها الطماطم. بس كده نديها تقليبه وتسيبها تتسبك لغايه ما ايه انا احمر الحمام. انا عملت الحمام النهارده طريقه حلوه جدا للتحمير. جبت بصليه كبيره بس ما جاتش يعني ما صورتهاش عشان بس ما اطولش عليكم في الفيديو. جبت بصليه كبيره رحت مقطعاها حلقات كبيره يعني طرنشات كده، على معلقه سمنه حمرتها خليتها لونها ايه بني خالص، بقى البني المحروق كده. ورحت طفيها ايه حطيت عليها شوربه، او عايزين تحطوا عليها ميه عادي جدا، تسيبوها تغلي كويس جدا جدا لغايه ما تتهري معاكم قوي، وبعد كده تصفوها. وبعد ما تصفوها تروحوا حاطينها بقى في اي حاجه، يعني في طاسه او صينيه، وتروحوا تحمروا فيها ايه الحمام. بس وبعد ما يتحمر بقى بالبصله نروح بقى ايه حاطينها تحت الشوايه، يبقى اللون بقى ايه الاحمر الجميل جدا المقرمش الحلو جدا. هنا بقى ايه خلاص اتسبكت معايا، نزلت برشه من الفلفل الاسمر، وعندي كيس باميه مجمده كده اللي انا كنت عاملاها معاكم على القناه اللي مفرزه. كده هنحط عليها الشوربه جميله جدا وخضره، بصوا كأنكم لسه جايبينها طازه. شايفين خضرها عامل ازاي جميله جدا. هنحط بقى عليها الشوربه كده على طول، مجرد ما احط عليها الشوربه تفك معايا بسرعه يعني عشان الشوربه سخنه بتغلي. نديها تقليبه كده. وعندي بقى ايه طبعا الباميه لازم يكون يعني سبايسي شويه، بنحط عليها فلفل شطه. لو مش عايزينها حراقه ممكن تحطوا قرن فلفل رومي. بصوا ده كده نص قرن كده فلفل حراق عشان متبقاش حراقه قوي. نص قرن كده شطه حاميه بتديكي طعم حلو برضو. لو مش عايزينها حامي برضو تحطوا قرن ايه رومي بتديكي برضو طعم حلو، بس مش تبقاش حراقه يعني.
كده خلاص حطينا الشوربه بتاعتنا كده عليها ونسيبها لغايه ما تستوي. بس كده. ونحضر بقى للملوخيه بتاعتنا النهارده، هنعمل جنبيها شويه ملوخيه ناشفه. بصوا كده هي لسه ما استوتش، نديها بس تقليبه كده، داخله في السوا اهيت. هنوطي عليها بقى وتستوي براحتها كده. ايه مجهزه بقى للشوربه للملوخيه. عندي هنا حبه شوربه كده، هنحط عليها بقى ايه نص كوبايه من الطماطم المعصوره، تديكي طعم حلو قوي للملوخيه ناشفه. ومعلقه سكر صغيره، وهنحط لها بقى ملح وفلفل وكزبره ناشفه. معلقه توم صغيره برضو بتديكي طعم حلو جدا، نص معلقه توم صغيره كده مع معلقه سكر. وهنحط لها بقى رشه من الفلفل الاسمر. بس كده. ونحط لها حبه كزبره ناشفه، وخلاص على كده نسيبها لغايه ما تغلي. بصوا كزبره ناشفه كده. ونحط بس سنه صغيره كده على طرف المعلقه كده، اللي هي الكربوناتو، بتديكي بقى للملوخيه خضار بقى، بتبقى حلوه جدا، تديك اللون الاخضر للملوخيه اكنها ملوخيه خضراء. بصوا على طرف المعلقه صغننه كده، شايفين الفوران اللي حصل ده كده، بتخلي الملوخيه خضراء وجميله جدا اكنها مش ملوخيه خضراء، مش ملوخيه ناشفه، ملوخيه خضراء. بس كده سيبها تغلي معايا، وبعد كده اروح حاطه عليها الملوخيه. بقلبها بس كويس جدا عشان الحاجات اللي حطيتها غليت معايا. اروح رش عليها كده الملوخيه، ارشش كده على وشها الملوخيه واقلبها بالراحه جدا، تحس ان انا ادخل الملوخيه بالراحه كده في قلب الشوربه. بصوا كده تحسوا بدخل الملوخيه كده بالراحه، مش بقلب تقليبه مره واحده عشان الملوخيه ما تسقطش تحت. بس كده خلاص. السمك طبعا اللي انتوا عايزينه، عايزينها تقيله قوي، خفيفه، متوسطه، حسب ما تحبوا طبعا. حاسين ان انتوا خفيفه ممكن تدوها رشه كمان وخلاص. وكل ما بتقعد كل ما بتتقل. بس كده خلصنا كده الملوخيه والباميه بتاعتنا. نعمل الطشه بقى بتاعتنا. وانا كنت بقى ايه الحمام بقى زي ما قلت لكم، انا حمرته في البصله اللي كرملتها ديت، وحطيته تحت الشوايه على طول، ما بياخدش اي وقت خالص. بصوا انا كده حطيت التوم بتاعي مع معلقه سمنه كبيره، رشه من الفلفل الاسمر، رشه من الملح، رشه من الكزبره الناشفه، وخلاص على كده. كده رشه من الكزبره الناشفه، وديها يعني لغايه ما يبقى اللون الذهبي بقى، الاصفر الذهبي ده كده. ونروح عاملين طشة الملوخية وخلاص على كده. كده خلصنا فطارنا النهاردة. الناس بس حاجات بسيطة كده، والتومة تحمر بتاعت الملوخية كده خلاص اهيت. بس كده بقى ايه، هنجيب بقى الحمام اوريهولكوا دلوقتي، بقى لونه حلو جدا جدا. ان شاء الله في فيديو كمان تاني تبقى اعمل لكم الوصفه اللي هي بتاعت يعني تحمير الحمام او اي طير عندك، عايزه تحمريه التحمير الجميل ده كده، بالبصله اللي احنا ايه حمرناها، خليناها لونها بني غامق قوي. وبعد كده انا بسويها كويس جدا على النار، بحط لها ميه او شوربه، بسويها كويس جدا، وبعد كده بصفيها عشان ما يبقاش فيها شوائب. وبعد كده بحمر بيها كان فراخ، حمام، اي نوع من الطيور بحمره، وبعد كده بحطها تحت شوايه وخلاص، تديك اللون الحلو الجميل ده كده. وطبعا الرز اللي اتبقى معايا من الحشوه، كان في حبه باقيين، رحت حاطط لهم كبشه شوربه وسويتهم وحطيتهم تحت الحمام كده. وان شاء الله النهارده يا رب الطريقه تعجبكم وتجربوها، وكل سنه وانتم طيبين. كده بصوا الملوخيه خلاص خلصناها، والباميه برضو خلاص استوت، وحسب ما تحبوا بقى السمك بتاع، عايزينها خفيفه ولا تقيله براحتكم. بس كده شايفين الجمال بقى، شايفين التحمير وشايفين الحلاوة دي. البامية كده خلاص اهيت، والملوخية مع البامية، والحمام تحتيه بقى منه الرز اللي هو بالخلطة دوت، حلو جدا جدا، طعمه كان فظيع وريحته فظيعة. بس الملوخية كل ما بتقعد بتتقل كده.
يلا كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده بإذن الله اشوفوا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.